السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأحبائي، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير وبكل ما تتمنون. هنا من داخل المغرب، هنا من داخل مدينة درب البيضاء، هنا وبالتحديد مدينة المحمدية. موضوع النهاردة اللي جاي أكلمكم فيه طبعا هو عن مدينة أكادير، وهي تعتبر المدينة الخامسة على التوالي أو السادسة بحصولها على أول دفعة من حافلات النقل الجماعي. مدينة أكادير تتجمل وتتزين بأحدث وأجمل حافلات النقل الجماعي، وذلك تمهيدا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025. في الأحداث السابقة طبعا كان مدن زي مدينة طبعا، واللي بدأوا بها الأول كأول مدينة هي مدينة الدار البيضاء، ثم طنجة، ثم فاس، ثم مكناس، ثم أكادير، وثم بعدها ويليها ويليها ويليها. طبعا ده من صور هتشوفوها أو فيديو حصري لوصول حفلات النقل الجماعي لميناء أكادير. وده طبعا بيثبت للعرب والعالم كله إن فعلا وأكيد وإن شاء الله نسخة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025-2026 هي الأولى والفريدة من نوعها من جميع ومختلف الجوانب: بنية تحتية، ملاعب رياضية، وإنشاءات لملاعب رياضية جديدة كمثال ملعب بن سليمان، والذي سيتسع ل120 ألف متفرج كأكبر ملعب على مستوى العالم. ومن جهة النقل الجماعي والمواصلات، ومن جهة الأماكن الترفيهية، ومن جهة الفان زون. الفان زون هي أماكن سيعرف بها شاشات عرض ضخمة لمشاهدة جميع الجاليات أو جميع الفئات المباراة عبر شاشات العرض. هتشوفوا دلوقتي الفيديو ويا رب يعجبكم. اتفضلوا معايا.